انت لسه مخلص ثانويه عامه وبتفكر تدخل كليه صيدله، فالفيديو ده معمول ليك انت. وفي البدايه كده احب اطمنك من واقع التجربه، الكليه جميله جدا وخصوصا لو انت بتحب الكيمياء فانت هتتدلع. وكمان احب اطمنك ان الكليه فيها مجالات متنوعه كتير، مش بس واقفه ان انت تكون صيدلي في صيدليه، ممكن تشتغل في مصانع ادويه او حتى شركات تسويق طبي، او حتى كمان ممكن تشتغل في تحليل مخدرات او في شركات مستحضرات تجميل، وممكن تشتغل في مجال التدريس. وكمان احب اقول لك ان مجالات صيدله عايزه فيديو طويل لوحدها، غير ان الكليه بتعلمك مهارات كتيره وكمان لها مستقبل في مصر ودول الخليج خصوصا كويس جدا. وفي مصر جامعات كتيره جدا مميزه بكليه صيدله، جامعات حكوميه زي جامعه القاهره، جامعه عين شمس، وجامعه اسكندريه، وجامعه المنصوره. وبالنسبه للجامعات الخاصه في مصر ففي جامعه جي يو سي الجامعه الالمانيه، وجامعه بي يو اي الجامعه البريطانيه، وجامعه بي يو سي جامعه بدر، وفي 6 اكتوبر، وفي مصر. وطبعا مش محتاج اقول لك، لو انت عايز تتعرف اكتر على مواد صيدله ومميزات كليه صيدله وحكايتي مع ماده الاناليتيكال وكمان مصاريف جامعات مصر بالنسبه لكليه صيدله، فالكلام ده كله هينزل هنا. ما تنساش تتابعني، وكمان هنزل فيديوهات بالتفصيل على قناه اليوتيوب، اللينك موجود في البايو. بس كده.